رسالة مؤثرة من بابا آلاء وهو بيوصلها لبيت جوزها بعد الفرح. ايه سبب بكاء مامة آلاء وهي بتوصلها؟ هنعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهاردة. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد. دعمكم هيشجعني اني اكمل. شفنا كلنا الفيديو اللي نزل على قناة حوارات لما روحوهم بعد الفرح وكانوا خلاص على ما وصلوا اسكندرية. كان النهار طلع وعملوا لهم احتفال جميل جدا وهم داخلين من باب البيت بالصواريخ والشماريخ وكمان بالدخان الالوان. كانوا فرحانين بيهم جدا، وكانت بصراحة فرحتهم ببعض كانت حلوة قوي قوي، وفرحتهم بمحمد وعروسته كانت جميلة جدا. جم قبل ما يدخلوا البيت لان كان خلاص النهار طلع. حسن قال لباباها ومامتها قولوا لآلاء كلمة قبل ما تدخل بيتها وقبل ما تروح بيت عريسها. راح باباها بصراحة في مشهد جميل جدا جدا، قعد يوصيها على جوزها وعلى حماها وعلى حماتها، وقال لها تشيليهم في عينيكي وهم اول حاجة عندك، وخلي بالك من جوزك، خلي بالك من بيتك، خليكي رحيمة وخليكي حنينة على كل اللي حواليكي. بصراحة أب محترم جدا، راجل مهذب في كلامه، مهذب في تصرفاته. وصى بنته على أهل جوزها بطريقة تبين قد إيه هو صادق من جواه في اللي بيقوله، وإن أهل الزوج بعد ما البنت بتتجوز لازم يكونوا من ضمن أولوياتها وتكون حنينة وتراعي ربنا فيهم. لما جت مامة آلاء تتكلم اول حاجة قالتها لها انا عايزاكي تصلي ما تقطعيش الصلاة. جملة عبارة عن كلمتين او 3، والست ما قدرتش تمسك نفسها من الدموع، بس كانت جملة بكل الجمل اللي موجودة في الحياة، ان اول حاجة وصيتها عليها هي الصلاة وعلاقتها بربنا. بصراحة واضح عليهم ان هم ناس مهذبين جدا ومحترمين جدا، أسرة بسيطة وجميلة، أسرة مصرية أصيلة طيبة، ناس محترمين فعلا بمعنى الكلمة في كل تصرفاتهم ومهذبين في كلامهم. شفت بعض التعليقات السلبية، أو كان في تعليق ضايقني جدا بصراحة. حد كان كاتب لما أخوها نزل فيديو قال إن البيت كله بيعيط ومتأثر بغياب آلاء. حد كاتب لهم هي اتجوزت ما ماتتش. ليه يا جماعة كده؟ ليه دايما انتقاداتنا او تعليقاتنا لزعة توجع؟ ده الكلمة الطيبة صدقة. جبر الخاطر ده من اعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى ورسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام وصانا عليها، وقال ان جبر الخاطر من اعظم العبادات. ليه الكلمة الصعبة دي؟ اي ام في الدنيا بنتها بتتجوز بتتأثر بغيابها وغصب عنها بتعيط. احنا معروف عننا الشعب المصري ان احنا مشاعرنا رهيفة. انا افتكر زمان اني لما اتجوزت امي الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين اجمعين قعدت اسبوع تعيط. اي ام في الدنيا كده. واضح ان هي الكبيرة بتاعتهم واول حد يتجوز عندهم، اول فرد يغيب من البيت وبينهم وبينها مسافة، هم في القاهرة وهي في اسكندرية، فشيء طبيعي ان هم يتأثروا بغيابها. من فرحتهم بيها انا شفتهم على فيديو كان منزله على قناة محمود وسحر، في عز ما باباها قاعد معاهم وفي وسطهم بيتفرج على الفرح على التليفون. يعني معنى كده ان الراجل فرحان جدا هو ومراته، لدرجة ان من كتر فرحتهم وهم قاعدين مع بنتهم العروسة بيتفرجوا على الفرح في التليفون. ليه ما يبقاش كلامنا طيب؟ ليه ما يبقاش كلامنا جميل يجبر الخاطر؟ اي ام في الدنيا كده. انا واثقه ان اللي كتبت التعليق دي لو هي متجوزه يوم ما اتجوزت مامتها بكت عليها، ولو هي متجوزه وعندها بنت يوم ما بنتها تتجوز هتبكي على غيابها. فخلينا رحماء في كلامنا، خلي كلامنا طيب يجبر الخاطر. ليه نجيب سيره الموت في موضوع زي ده وفي مناسبه زي دي؟ بنت صغيره لسه داخله دنيا، ليه نوجع قلب امها عليها بكلمه زي دي؟ على العموم في اخر كلامي ربنا يهدي سرهم ويفرح كل البنات والشباب،
ويرزقهم بالذرية الصالحة. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.